بحياتي ما توقعت بس انفقست. We call those nightmares. صراحة كتير انبسطت انه صار في احكي انه عم بشتغل على ذا ساندمان، بس انفقست انه فرجوا الكوستيوم لانه كنت مثل سربرايز يعني. لا بس مبسوطة اني عم بقدر اشتغل بعدني بالوطن العربي واقدر اشتغل برا ومثل بلدي. يعني انا بوصل على ست بجيب لهم النقيش، بجيب لهم بونجو، بجيب لهم يونيكا، بتعامل كأني انا سفيرة للوطن العربي وللبنان لغير لهم الطريقة يلي بيشوفونا فيها، لانه كتير مهم انه نشق الصخر ونفتح ابواب لاكثر تالنتس من الميدل ايست يشتغلوا برا. وهذا اللي عملته رزان، شقت الصخر لتوصل للعالمية من دون ما تنسى هدفها الأكبر، تمثيل بلدها بالعالم بأحسن صورة ممكنة. حتى لو ما كنت ممثلة كنت مثلت بلدي، وبعتقد كل لبناني عايش برا بيضلوا بيحكي عن لبنان وبيحاول يمثل بلده بأحلى صورة، ونحن هيدا الشيء يلي بيجمعنا مع بعض. ورزان اللي بتلعب دور لايتا هول بالعمل ما قدرت تعطينا تفاصيل أكتر. صراحة أنا بعد ما صور بنسى الشغل اللي بعمله، لأنه بننطر فترة كتير طويلة ليطلع. قبل ما هو يطلع بكون أنا تقدمت، رحت عملت 100 مشروع مختلف. ومن بين هال100 مشروع كان مسلسل الثمن اللي حقق نجاح جماهيري كبير. بحياتي ما توقعت انه نحن نقدر نعمل مسلسل عربي ويغيروه ويعملوه بالاسبانيول ومش العكس. هذا بيفرجي قد ايه نحن عندنا مواهب بالوطن العربي وقد ايه بنستاهل بعد اكثر واكثر، لانه شكلهم الناس عم بيحبوا شو عم نعمل. لو كنتوا محلي كنتوا عملتوا نفس الشيء.